الخير أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا كيفية تحضير ورق الذهب للحلويات، وانا عملته لكم بزوج ألوان. نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم، وأكيد الأعياد على الأبواب. نبداو المقادير وكيفية التحضير. عندنا زوج كيسان تاع الماء، عندنا الملون الذهبي، عندنا الملون الأحمر، عندي زوج مغارف من النشا كما راكم تشوفوا، وعندي ملعقة كبيرة من السكر، تحبوا ناعم تحبوا العادي. نبداو على بركة الله التحضير. كما راكم تشوفوا نحطوا زوج كيسان تاع الماء، اكيد يكونوا باردين، ونزيدوا نحطوا زوج معالق من النشا. نخلطوا الكل جيدا بارد في البارد بطبيعة الحال. نخلط مليح مليح حتى النشا وين يدوب معاي. اكيد ما نحطوش الماء يكون دافي لكي ما يعملناش كتل. وكما تشوفوا من بعد هنا نضيف الملون الذهبي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. الوصفة جد سهلة وبسيطة كما راكم تشوفوا. نخلط مليح مليح، ومن بعد نزيد لها بطبيعة الحال ملعقة من السكر، وقلت لكم السكر كما حبيتوا، تحبوا ناعم أو تحبوا العادي. نخلطوا الكل جيدا، وكما راكم تشوفوا هنا تحصلنا على الخليط متجانس. نحطوها على النار كما راكم تشوفوا حتى يعقد. نجيبوا بابي كويسو نحطوه في البلاطو نتاعنا تاع الفرن بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نحطوا القليل من الزيت، ندهنوا البابي كويسو نتاعنا، ونحطوا الخليط نتاعنا بطبيعة الحال، ومن بعد نحطوه في الفرن. انا لما عملت هذه الطريقة يعني في البابي كويسون حطيت القليل من الزيت. في ناس بزاف سألتني وقالت لي هل نحطوا القليل من الزيت او لا. انا عملت لكم بزوج طرق. الطريقة الاولى اني حطيت في البابي كويسون الزيت وكان عادي جدا، ما كانش يلصق معي بعد ما طاب كما راكم تشوفوا هنا حتى يبس معاكم، وهنا راهو يكون واجد ما شاء الله. وهنا تقدروا تزينوا به الحلويات نتاعكم اللي حبيتوا. والطريقه الثانيه لما عملت اللون الاحمر ما حطيتش في البابي كويسو، ما حطيتش الزيت، حطيت فورا يعني اللون يعني الاحمر عادي جدا، يعني حطيت فورا الخليط. وهنا كما تشوفوا ما شاء الله، شوفوا اللون الذهبي ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. وهنا راهو يكون جاهز يعني باش تزينوا الحلويات نتاعكم اللي حبيتوا نتوما. ما شاء الله لون جميل فعلا، يعني ورق ذهبي للحلويات فعلا. فأنا اخترت أني أعمل لكم زوج ألوان باش نحكي لكم على يعني الطريقة اللي نحطوا الزيت في البابي كويسو أو ما نحطوش، يعني عادي جدا ما كانش فرق وما يصرى والو، يعني عادي جدا. تحبوا تحطوا الزيت تحبوا ما تحطوش. انا حطيت الزيت لما عملت اللون الاصفر الذهبي كما راكم تشوفوا، وما حطيتش الزيت لما عملت اللون الاحمر كما تشوفوا هنا. البابي كويسو هنايا ناشف خلاص، وحطيت اللون الاحمر ودخلته للفرن وخليته حتى ينشف اكيد، ومن بعد يكون معي جاهز كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ونتمنى ان شاء الله نال إعجابكم ورضاكم هذه الوصفة. وعيد الفطر على الأبواب، نقولكم عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بالخير والصحة والهنا مع راحة البال. كل عام وأنتم بخير، في أمان الله وحفظه.